السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وسلامة. انا النهاردة هعمل شوية رز بلبن. طبعا سلقت الرز، وطبعا انا بسلقهم بالمية. بصراحة في ناس بيسلقهم باللبن، بس انا بسلقه بالمية. واروح احط عليه، انا حط عليه بالظبط كيلو لبن. عملت بقى كوباية صغيرة كده، حطيت كوبايتين من معلقة 3 معالق من النشا، وحطيت عليهم يجي حبة ربع كوباية مية كده، وقلبتهم كويس جدا. ورحت نازلة عليهم في اللبن وكده، وحطيت نص كوباية من السكر. نص كوباية من السكر، الكوباية الصغيرة مش الكبيرة. وجميل جدا بصراحة، انا ما بحبهوش ولا مسكر قوي ولا ان هو دلع، يعني ما بين البنين يعني. وحطيت طبعا كيس الفانيليا، وطبعا انا نزلته اصلا قبل كده وشفتوه، وانا قلت لازم اشارككم بقى النهارده. وعملته رشيت عليه زبيب، ورشيت عليه جوز الهند وبندق. يا رب يعجبكم. وقلت لازم برضو كل حاجه اعملها انزلها لكم، حتى لو هعملها كذا مره، عملتها كذا مره، لازم برضو اشارككم معايا. ويا رب اكون ضيفه خفيفه على قلبكم. ما تنسيش بقى في اللايك والاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد. ولو انت لسه جديده في القناه زي اشتركي لي فيها عشان تنوري لي قناتي. وانا ام مايا وتمني. فبس انا كده بقى حطيته اهوت في الفناجين الصغيره، وزي الفل والله العظيم. حاجه بصي جميله جدا. الحاجه اللي انت بتعمليها في البيت لو باقل حاجه، صدقيني بتبقى ليها طعم وحاجه تانية غير بره خالص. فطبعا انا واحده من الناس ما الزبيب ما بيحبنيش خالص، ولا الجوز الهند. فانا بالندر يعني لما باكله، انا بعشق البندق، بس هو اللي انا بحبه بصراحه. بحب ارش قوي من فوق الوش، وبيبقى زي الفل اهو، وزي الفل. متنسيش بقى في اللايك والاشتراك علشان يوصلك مني كل جديد. ويا رب يكون الفيديوهات تكون خفيفة على قلبكم يا رب العالمين. واقول لكم كل سنة وانتم طيبين. بصي الجمال، واسيبكم في رعاية الله.